العوافي عليكم يا حبايبي. أنا النهاردة جاية أكلمكم عن 3 مشاكل هحلها لكم بأسهل الطرق وهتبقوا سعداء في بيوتكم. مشكلة التوتر وعدم النوم. تاني مشكلة السمنة عند الكبار والصغيرين. تالت حاجة لازم نوفر من مصروف البيت لأي أزمة نتعرض لها أو لأي حاجة سعيدة، هنصيف، لجهاز العيال، لمستقبل العيال، نحوش حتى عشان نتصدق ونعمل خير. محدش يصرف الفلوس المرتب كلها وتبقى قاعدين على الهوا، ما ينفعش. هيا حبايبي، أول حاجة أنا ما بنامش وعندي أرق وتوتر واجي أخش على السرير فين وفين أما أنام. أول حاجة يا حبايبي ما نسمعش أخبار سيئة ولا نمسك الموبايل ونقعد نقلب فيه على المشاكل والأخبار البلاد وكده. دايما ندور على الحاجة السعيدة، نشوف مثلا مصيف بأرخص الأسعار، نتفرج كده على حاجات مسلية كده حلوة. لكن حاجات كئيبة ومشاكل وجنام طبعا هيجي لك كوابيس ونوم مقلق وكده. أنا بتكلم الست والراجل. تاني حاجة يا حبايبي لازم أعمل مجهود يومي كبير. انت سمعت واحد يعني مقتول من التعب يخش ينام يقولك نايم مع القتلة، مش دريان بحاجة. ليه؟ عمل مجهود. يعني أنا طول النهار أقعد ماسك التليفون وقاعد على النت وكل حاجة أطلب أجيبها دريفري، ده ما ينفعش. لا الست والراجل انزلوا وحركوا جسمكم. القعدة بتجيب السمنة وبتجيب المرض وكمان بتخليكوا تصرفوا كتير. أنا منزل أجيب الحاجة هجيبها أرخص ووفر حق الدريفري. حتى لو أنا خارج آكل من برا أنا والعيال، بدل ما نقعد نقف في الانتظار وادفع ضريبة وخدمة، أتمشى أنا والعيال أجيب الحاجة اللي أنا هاكلها من المطعم واجي أكلها في البيت. وفرت ولا ما وفرتش؟ هيا حبايبي، ما ينفعش كل حاجة يعني أروح أطلب أوبر أركب وأروح أكل أرجع أقعد ماسك الموبايل. لا ده ما ينفعش. ده كده انتوا بيجيبوا لنفسكم السمنة والآخر تروحوا للدكاترة وعايزين تكميم وعايزين تخسوا ومصاريف قد كده. هيا حبايبي ساعدوا نفسكم وحبوا نفسكم. والأم اللي هي ماسكة التليفون وبتضيع ساعات طويلة على التليفون وهي قاعدة قدام النت، قومي اعملي كل حاجة. انتي شاطرة وكل حاجة موجودة على النت. اعملي الهمبرجر، اعملي كيكة، اعملي رز بلبن، اعملي كل حاجة، اعمليها بإيدك. هتوفري نص المصاريف بدل ما تجيبوا علب كشري. انت لو عملتي حلة ومن أسهل ما يمكن يعني، وهتبقى من إيدك زي العسل وهتوفروا كتير. وفروا. انت لو عندكم حنفية بايظة وبتنقط وحطيتوا تحتها علبة، سيبيها يوم أو يومين هتلاقي العلبة اتملت. وأنا قبل كده كنت منزلكوا ازاي تحوشوا في إزازة الحاجة الساقعة. اللي انتوا بعد ما تشربوها تعملوها بمية كده تشطفوها وتسيبوها ما تنشف وتحطوا بقى فيها 150 قبض. من القبض انا هحط كده 500 فيها كده، فاهمين؟ واللي يحوش في دفتر واللي يحوش في بنك لازم ربع المرتب يشال.
والتلات ارباع كده تقعدوا تقسموا ايه مع بعضيكم انتوا وجوزك وعيالك. ازاي يبقى عندكم يعني حاجة احتياطي، حاجة كده للأزمات، حاجة كده عايزة صيف، عايزة اجيب لي حتة دهب، عايزة اغير حاجة في الشقة، حاجة تركن عليها لما العيال تكبر اساعدهم في جهازهم. ها يا حبايبي، مش كله على الاكل وعلى الدليفري وانا قاعدة. وفروا، امشوا وتمشوا، وهاتوا بدل ما كل واحد يجيب له حاجة، هاتي ازازة حاجة ساقعة كبيرة، بدل ما كل واحد يجيب له كنز ويجيب له مش عارفة ايه، واعملي كيكة وبسبوسة وكل حاجة. كل ده توفير، كل ده كمان هيخلق محبة بينكم وبين بعض، وهيخلق تعاون كلكم في ايد بعض. لكن الموبايل ده اللي انتوا ماسكينكوا في ايدكوا على طول ده بيجيب الخراب. ياما بيوت اتخربت من تحت الموبايل، ياما راجل بص بره بسبب الموبايل، ست سابت عيالها وطلبت الطلاق عشان الموبايل. كلنا لو عملنا مجهود ومبقاش عندنا وقت، فاهمة، ويبقى كلنا سعداء وأسرة كده متعاونة وكلنا في ايد بعض، لكن كل واحد قاعد مع نفسه في موبايل، كمان هيبقى فيه تفكك أسري. ها يا حبايبي، اسمعي كلامي انت وهي، لازم انتوا يعني في مركبة واحدة، واللي يمشي فيكم التاني ما يمشيش، يتمسك عشان العيال. انت في الاخر هتخشي الجنة وهتحصدي اللي انت قعدت على عيالك، وهو لو عمل كده برضه هيخش الجنة وهيحصد في قبره، وفي قبرك محتاجين بر العيال. دي كل حاجة. وكل كمان روح اتمشى، زور امك الكبيرة واخدمهم، انتي زور امك وابوكي، اعمل لهم اكل، نظف لهم البيت، سيبك من الموبايل، خلوا العيال يعاونوكوا، روحوا دار الايتام كل شهر ما تقبضوا كده تخش لهم بفاكهة وحاجة ساقعة وعصاير. الحاجات دي بتخلي البيت سعيد. اسعد غيرك ربنا يسعدك. امشي لجارك ولا جارتك، ناس كبار عايزين دواء تناولي لهم حاجة. ايوه، خليكوا دايما في تعاون. الله كان في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. كده عمر الخراب ما يخش البيت. لكن الموبايل اللي قاعدين عليه ليل ونهار هو ده اللي هيبقى سبب الخراب، سبب السمنة، سبب عدم التوتر والنوم. مش هتوفروا أبدا تلاقي تشقوا ما تلاقوا. ليه؟ دايما الوقت بقى مش عايزين تتحركوا تعملوا حاجة ولا تنزلوا تشتروا ولا كده، عايزين ديريفري ده للناس الكبيرة، الناس المسنة، الناس اللي عندها أطفال بترضعهم. اما انت تبقى انت وعيالك كبار، انزل انت وهم، مش بيمشوا، امشوا حتى الحركة بركة. انا مش هقول لكم اكتر من كده، انا عملت لكم حاجات كتير قوي عشان توفروا وتسعدوا نفسكم. ومش دايما المصايف اللي هي الغالية 5 نجوم. دوروا نازلين على النت مصايف معقولة وكويسة وبنص الثمن اللي انت هتصيف فيها، وهتتبسطوا انت والعيال. بدل ما تحجزوا في فندق، خدوا شقة، خدوا شاليه، واعملي الاكل وجمديه. في ايه؟ لو عايزين تسعدوا نفسكم هتسعدوا. لكن ان انتوا تدوروا تستلفوا عشان تكملوا الشهر، ولا تستلفوا عشان تصيفوا، لا ما ينفعش. ودايما اللي تصلوا وتعملوا رياضة المشي كفاية، والصلاة لازم يبقى فيه وازع ديني. لكن طول ما انتوا قاعدين ماسكين الموبايل ده بيسرقكم حتى عن ميعاد الصلاة. خلوا بالكم يا حبايبي، مش كل وقت زي ما هو مفيد برضو مضر الموبايل. خلوا بالكم يا حبايبي، وخلوا بالكم من زرعكم اللي انتوا عايزين
تحصدوا اللي انتوا عملتوه. اقسم بالله لو اتعاونتوا كلكم وبقيتوا شعلة نشاط طالعين نازلين وتجيبوا حاجتكم وتعملوا حاجتكم وتسووا وازاي توفروا كده، ما في قلق هيجي ولا في عدم نوم ولا توتر هيجي. بيجي من ايه؟ من القعدة والأكلة والسمنة والدريفري اللي بيعمل سمنة قد كده عشان ما فيش أكل صحي. ساعدوا بعضيكم وكلكم تبقوا في ايد بعض، هتعيشوا حياة أفضل وأجمل. ويا رب يكون وصل لكم اللي أنا عايزة أقوله لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.